اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، صحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. انا بقول لكل حبايبي اللي شرفوني في قناة اللي شرفوني جديد في القناة، نورتوني والف شكر ليكم، ونورت القناة بتاعتي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. لايك ومشاهدة للفيديو حبايبي الحلوين، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. يلا نسمع بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ فيديو النهاردة ونشوف هنعمل ايه. النهاردة هنعمل البيتي-فور. معانا 2 بيضة، معانا كوبايتين سمن، كوباية سكر، كيلو دقيق، معانا بيكنج باودر، ومعانا فانيليا. طبعا احنا هنحط 2 فانيليا عشان البيض. معانا 2 فانيليا هنحطهم على البيض، معانا كوبايتين سكر. مكونات تاني: 2 كوبايتين سمنة، 2 بيضة، 2 فانيليا، كوباية سكر، كيلو دقيق، وورقة فانيليا هنحط منها معلقة واحدة، مش هنحط كتير. هنحط السمنة طبعا، ننزل السمنة بالمعلقة. طبعا هنحط المكونات ونضربها بالمضرب. طريقة سهلة وبسيطة تعجبكم خالص. لو وصل لحد هنا حط اللايك والشير عشان الفيديو يترفع. حطوا لايك يا جماعة حبايبي الحلوين، حطوا اللايك. حطينا كوبايتين السمن، هنحط كوباية السكر، كوباية سكر بودرة، سكر بودر مش بودرة، سكر بودرة مش سكر خشن. احنا هنحط كوباية واحدة بس، مفيش غيرها. عشان ايه؟ طبعا احنا البيتي-فور هنشكله بطريقتنا، يعني بالشوكولاتة، بمربى اللي احنا عندنا موجود هنعمل بيه كده. حطينا كوباية السكر وكوبايتين الدقيق، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، كوبايتين السمنة، كوباية السكر، وحطينا البيضتين، حطينا فانيليا، وهنضرب الخليط كويس خالص كده بالمضرب كده لحد ما يبقى كريبي. وبعد كده هنحط دقيق على حسب طلب البيتي-فور. انا مش فاكرة، حطيت 4 كبابي او 4 او 5 حاجة زي كده. طبعا الدقيق ده انا نخلاه ما بنخله مرتين قبل ما احطه على العجينة. طبعا يا جماعة الدقيق ده انا مش مشترياه، انا قلت لكم قبل كده، انا الدقيق ده عندنا في البيت بنطحنه عندنا في الطحانة بتاعتنا اللي عندنا. طبعا قمح، ونغسله ونوديه الطحون نطحنه. انا طحناه فينو، ما طحنينوش يعني، في بيطحنوا بلدي، في يطحن دقيق فينو. انا طحناه فينو بعجن بيه عادي. ده دقيق بيبقى ابيض، الفينو تطحنيه يبقى دقيق ابيض، انما البلدي بتبقى الدقيق بتاعه مش ابيض، بيبقى لسه يعني عاطح مرار كده. ده يتخبز بيه، يتخلط بيه مع الفينو، ده يخبز بيه يروح فوق العيش الشمسي او العيش المرحرح او العيش اللي هو الشامي اللي احنا بنعمله. وانا منسيتش حبايبي الحلوين كل اللي طلب مني الخميرة، طريقة عمل الخميرة البلدي، وطلب مني البسيسة. ان شاء الله في اقرب وقت هنعملهم مع بعض. حبايبي الحلوين اللي نوروا قناتي، اللي جوه جديد ونوروا القناة بتاعتي، بشكرهم خالص. دول من عند قناة ام حسين، بشكرهم واشكر ام حسين. هنحط الدقيق، طبعا ضربنا الخليط لحد ما بيجي كريمي، وبعدين هنحط عليه الدقيق وهنعجن على اساس نشوف هياخد كام كوباية.
لان البوتيفور ده لازم ليه يعني تديه دقيق كده لحد ما يعني تديه دقيق لحد ما يستكفي بيه العجينة. طبعا العجينة مش هنعملها تخينة، هتبقى العجينة طرية عشان خاطر نحطناها في كيس الحلواني او في المفرمة اللي هي المكنة بتاعت البيتيفور. انا طبعا هعمله في مكانة البيتيفور، فلازم ميبقاش عجينته ماسكة شوية، لازم تبقى طرية عشان يشتغل معاكي في المكنة. وبعدين هو البيتيفور ما عجينته لازم تبقى طرية متبقاش ناشفة زي ما انتوا شايفين. خد كوباية تاني، يعني هو لحد ما يطلب اللي على حسب الدقيق اللي عندك. ممكن في دقيق فينو ياخد معاكي كوبايتين او 3 بس وخلاص. انما النوع الدقيق ده طبعا هياخد معانا طبعا دقيق كتير. انا لحد الان حطيت 4 كبابي كده، مش متهيكلي مش هياخد معايا تاني. خلاص كده. طبعا العجينة عجناها، هنقسمها على نصين، نص هنحط له كاكاو ونص هنحط له ونص هيبقى ابيض زي ما هو عشان نعرف نشكل بيه البيتيفور. كده خلاص العجينة كده مش عايزة تاني، كده حلوة. هنجيب بعد كده المكنة ونجيب الصواني ونشتغل. بعد ما نقسم طبعا هناخد قطعة من العجينة هنحط عليها الكاكاو ونعجنها ببعض. بس هنحط حوالي معلقة او معلقة ونص، مفيش غيرها كاكاو، ما نحطش كتير. حوالي معلقة او معلقة ونص بس، يعني مش هنحط كمية كتيرة. هنعجنها كويس في العجينة. واحدة حبيبتي بتكلمني على الواتس وبتقول لي انت ما بتتكلميش كتير. انا والله مش ما بحبش ارغي كتير، بحب اتكلم كده على قد يعني العمل الحاجة اللي انا بعملها. طبعا كده خلاص عدلنا العجينة وهنعمل جبنا المكنة وهنشكل البيتيفور. ادي تشكيلة البيتيفور اهي. طبعا احنا قاعدين قدام الفرن، بنطلع ونحط في الفرن على طول كده. طبعا هنشكل كذا تشكيلة. المكنة دي وراها 12 موس، طبعا كل الموس ونكشته. هنعمل كذا نكشة للبيتيفور. طبعا انا بظبط البيتيفور على اساس ان انا كل 2 هلزقهم في بعض بعد ما يستوي. فانا طبعا لازم اعرف ايه اللي انا بعمله، يعني بالعدد كده لازم تعدي مع البيتيفور اللي انت هتعمليه، يعني جبال بعضيه كده على اساس كل 2 جبل بعض كده على اساس تعرفي انك انت بعد ما يستووا هتلزقهم في بعض، لان انت ما تقدريش تلزقي 2 مختلفين في بعض من البيتيفور. طبعا هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. هنشكل شي ابيض وشي بني وشي برضه بني في ابيض، يعني على حسب العجينة اللي انا هحطها في المفرمة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المفرمة خلصت رحنا عملناها تاني. هي المفرمة بتعاكس معايا يا جماعة، بتفلت مني كتير. اشتريت واحدة قبل كده والله واتكسرت، ما كملتش معايا حاجة وراحت مكسورة على طول. دي سلستين كلها اليد والرباط وكله، لكن الدقاية اشتريتها
الرباط بتاعها غاب فما حملش واتكسر كده. هاي البيتفور خلصناه وعملناه لزقناه ببعضيه اهو. وكده الفيديو بتاعنا يبقى خلص، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني، عشان قناتي تكبر بيكوا ومعاكوا. احلى جمهورية في الدنيا، احلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكوا ليا. احلى اخوات، احلى اخوات واجدع اخوات في الدنيا، ربنا يخليكوا ليا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.